أهلا بكم. قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الذي يزور موريتانيا إنه اتفق مع الرئيس الموريتاني على عقد قمة الاتحاد المغاربي في أقرب فرصة ممكنة، ولكنه ما زال ينتظر موافقة الجزائر على عقد هذه القمة. ويسعى المرزوقي في جولته المغاربية إلى دفع عجلة الاتحاد الذي اعتراه الجمود منذ عام 94 من القرن الماضي. من موريتانيا دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي الذي وصفه بالماكينة العاطلة، وقال إنه حصل على موافقة الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز على عقد قمة في أقرب الآجال تحتضنها تونس ستكون الأولى للاتحاد منذ عقدين من الزمن، وما زال ينتظر موافقة الجزائر التي ستكون المحطة الأخيرة من جولة المرزوق المغاربية. المهم أن هناك الآن شعور في كامل المنطقة بضرورة يعني عقد هذا اللقاء ودفع عجلة الاتحاد المغاربي، لأنه لم يعد ينتظر، لأن تكلفة اللا مغرب هي تكلفة باهظة للشعوب سواء كانت على الصعيد العام أو على الصعيد الثنائي. بعد المغرب وليبيا يواصل المرزوقي حملته لإعادة تأسيس اتحاد مغرب عربي جديد يرى أن رياح الربيع العربي ستضع قطاره على السكة. تهدف الرؤية الجديدة إلى خلق فضاء مفتوح على غرار الاتحاد الأوروبي وتوسيع التعاون في مجال الاقتصاد والتعاون الأمني في مواجهة ظاهرة الإرهاب. الاتحاد أولا فضاء مشترك، فضاء للتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي، وبالتالي كثير من الملفات. والمرحلة الأولى أولا هي بناء المؤسسات السياسية وتوطيده كفضاء سياسي. موريتانيا عضو مؤسس لاتحاد المغرب العربي الذي يضم تونس وليبيا والجزائر والمغرب، وتم تأسيسه عام 89، لكن قضية الصحراء الغربية ظلت أكبر عائق أمامه بسبب الموقف المتباين للمغرب والجزائر إزاء هذا الملف. رغم إظهار قادة دول الاتحاد المغرب العربي لحسن النوايا بشأن إعادة تأهيله، يبقى هذا التحدي مربوطا بإيجاد حلول للقضايا العالقة التي شلت حركة الاتحاد، ومن أهمها ملف الصحراء الغربية. زينب متربي، الجزيرة، نواكشوط. هذا ويتحول الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى الجزائر مساء الغد، وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية قال إن توقعات بلادهم من الجزائر أهمة بقدر أهمية توقعات الجزائريين أنفسهم. وعبر المرزوقي من جديد عن رغبته في الاستفادة من الربيع العربي لإعادة إحياء اتحاد المغرب العربي. هذا ويرى العديد من المراقبين أن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وإعادة فتح الحدود بينهما شرط أساسي لتفعيل الاتحاد المغاربي. تظاهر الآلاف من التونسيين في العاصمة تونس ومدن أخرى في البلاد تضامنا مع الشعب السوري، وقد رفع المتظاهرون شعارات تنادي برحيل الرئيس بشار الأسد وتندد بما يتعرض له الشعب السوري من مجازر حسب وصفهم. هذا وكانت الحكومة التونسية قررت السبت الماضي طرد السفير السوري من تونس. تضامنا مع الشعب السوري جابت حشود المتظاهرين أكبر شوارع العاصمة تونس وفي مدن أخرى. حركة النهضة الحاكمة ومنظمات أهلية دعت للمسيرة، فاستجاب هؤلاء وبينهم أبناء الجالية السورية.
توحدت الأصوات المنادية بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، منددة بما أسمته إراقة الدماء والمذابح التي ترتكبها هناك القوات النظامية. المظاهرة هذه خرجت معناها نصرة لخياننا اللي قاعدين يتقتلوا في سوريا، وخاصة معناها اللي ما صار معناها ليلة المولد النبوي الشريف قتل 260 أو أكثر من الشعب السوري على مرأى ومسمع من العالم أجمع. المتظاهرون حيوا قرار الحكومة التونسية طرد السفير السوري ودعوا الدول العربية للاقتداء به، نصرة للذين يقصفون في حمص وحماة وغيرها من مدن وقرى سورية. خرج الناس إلى الشارع للمطالبة برحيل بشار الأسد ولدعم قرار الحكومة بطرد سفيره من تونس، إلا أن المواقف تختلف، وإن اتفق أغلبها حول التنديد بالمجازر الوحشية التي يتعرض إليها الشعب السوري. توحد التونسيون إذن في تضامنهم مع الشعب السوري، لكن قرار حكومتهم طرد السفير لم يكن محل إجماع، فمعظم أحزاب المعارضة من يسارية وقومية اعتبرته متسرعا وغير مدروس، وكذلك فعلت أكبر نقابات البلاد، وحملوا الحكومة التونسية المسؤولية عن تبعاته، بينما ذهب البعض إلى اعتباره تمهيدا لتدخل أجنبي في سوريا. نعتبر أن قرار طرد السفير السوري في غير محلي، ونحن ضد هذا القرار لأنه يندرج في إطار تجيش وتأجيج المساعي الدولية من أجل التدخل العسكري، وهو متعارض أصلا مع الثورة السورية التي رفعت شعارات ثلاث: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي. تختلف النخب في مواقفها إزاء قرار طرد السفير، ولكن الشارع في عمومه لم ينتظر أن يتفقوا، لقد حسم موقفه وانحيازه للشعب السوري. حافظ مريباح، الجزيرة، تونس. وفي ليبيا تظاهر في ساحة الحرية بمدينة بنغازي آلاف الليبيين والمئات من أبناء الجالية السورية، وذلك تعبيرا عن تأييدهم للشعب السوري. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بما تتعرض له المدن السورية وخاصة حمص من قصف وتدمير على يد الجيش النظامي السوري حسب وصفهم. وطالب المتظاهرون المجلس الانتقالي الليبي قطع العلاقات مع كل من روسيا والصين، داعين إلى الدعم الكامل للشعب السوري حتى تحريره من قبضة بشار الأسد ونظامه. هذا وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي في موريتانيا قد نظم وقفة احتجاجية أمام السفارة السورية بنواكشوط للتنديد بما سماها المجازر الوحشية للنظام السوري ضد شعبه في حمص وفي مدن أخرى. وطالب المتظاهرون بطرد السفير السوري من نواكشوط وبرحيل بشار الأسد، ونددوا بشدة باستمرار النظام السوري في قمع الشعب والوقوف في وجه التغيير وتحقيق المطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة. ودعا الحزب إلى هبة عربية قوية لنصرة السوريين. وبالعودة إلى تصريحات المرزوقي حول عقد القمة المغاربية، ينضم إلينا من الجزائر الكاتب الصحفي فيصل مطاوي. سيد فيصل، إذن الرئيس التونسي يقول إنه بانتظار موقف أو موافقة الجزائر على عقد القمة المغاربية. هل تعتقد أن الجزائر لديها نفس الرغبة في إحياء الاتحاد المغاربي؟ أنا أعتقد ذلك، بحيث أننا سمعنا السيد مراد مدسي وزير الخارجية يتحدث منذ أيام عند زيارة السيد سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي، يتحدث على ضرورة إعادة النظر في هذا الاتحاد وإعادة الحركة له وبعث نشاطاته. ربما السيد المرزوقي قد يتلقى ضمانات، لأن السيد المرزوقي الآن بعد الانتخابات الديمقراطية التي كانت في تونس أصبح كأنه قاطرة في المنطقة المغاربية. ربما السيد مرزوقي ستعطى له ضمانات بزيارته للجزائر يوم غد، وسنرى إن كان الرئيس بوتفليقة سيذهب بعيدا في هذا الاتحاد، طالما أنه قال عدة مرات أنه مستعد لأن يذهب إلى اتحاد مغاربي حقيقي، ولكن بغلق الحدود أو بالإبقاء على غلق الحدود بين الجزائر والمغرب. نعم، لكن فيصل يعني الكثير من التحليلات تذهب إلى القول بأن وصول الإسلاميين إلى أغلب دول المغرب العربي قد تزيد من التحفظات لدى الجزائر. إلى أي مدى يبدو هذا الكلام واقعي؟
أنا لا أعتقد أن هذا مرتبط بأمر وصول الإسلاميين، لأن حتى الانتخابات التشريعية القادمة في الجزائر في شهر مايو، من 10 من شهر مايو، ربما قد تأتي كذلك بالإسلاميين ولو بصفة جزئية للبرلمان. أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بعقيدة قديمة للدبلوماسية الجزائرية التي لا زالت تتصرف بتفكير الحرب الباردة، وبالتالي فربما إن كان هناك استعداد من طرف الجزائر وكذلك من طرف المغرب لتجاوز الخلافات، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية، فإن الاتحاد المغرب العربي سيبنى، خاصة أن هناك أنظمة الآن أنظمة ديمقراطية وصلت إلى المنطقة المغربية. ربما هذه التغييرات السياسية الكبرى، التغييرات الاستراتيجية، قد تجعل الدبلوماسية الجزائرية تغير من نظرتها وتذهب نحو تحقيق مطالب لكن ما الذي تغير بما أن ملف الصحراء الغربية لم يحقق أي تقدم؟ ما الذي تغير إذن؟ هو يبدو أن هناك نية لدى الجزائر ولدى المغرب، هذا سمعناه من المسؤولين الجزائريين وحتى من المسؤولين المغاربة. قالوا أنهم يريدون الذهاب نحو تحسين العلاقات بصفة تدريجية. الملف هذا ملف التقارب متابع في الدول الخارجية خاصة في الدول الغربية، وبالتالي ربما أن هذه التغييرات الديمقراطية ربما هي التي ستغير الأوضاع، لأن المغرب العربي أولا يجب أن يكون مغرب الشعوب قبل أن يكون مغرب الحكومات. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي فيصل مطاوي، كنت معنا من الجزائر. تفاصيل أوفى عن أخبار العالم تجدونها في موقعنا على الإنترنت الجزيرة.net، ويمكنكم مشاهدة في الموقع ذاته يمكنكم مشاهدة البث الحي للجزيرة. إلى اللقاء.